أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أصدقائي المتابعين في هذه الحلقة المثيرة للجدل. حلقة سنتحدث فيها عن التشكيل الذي نادى عليه وليد الركراكي في المباراة القادمة للمنتخب الوطني المغربي. فأولئك اللاعبين الذين نادى عليهم وليد الركراكي تعتبر ترسانة من اللاعبين من الطراز الرائع، ولاعبين ذو قيمة سوقية عالية الذين حققوا بطولات كبيرة مع فرقهم هنالك في الدوريات الخمس الأوروبية وكذلك الآسيوية. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، فأن وليد الركراكي هل هو في حيرة من أمره أم هو لا يعرف كيف يبرر ما يحدث مستقبلا؟ لم يبقى لوليد الركراكي سوى أن يحقق نتائج إيجابية، غير ذلك فأغلب اللاعبين بين أخذ ورد قدموا مستويات هائلة ورائعة. أولهم وكما تابعتم مشاهدينا الكرام هو سفيان الرحيمي الذي لم يأخذ حقه مع وليد الركراكي الذي ظلم كثيرا، إلا أن الجماهير طالبت وطالبت، وها هو اليوم يؤكد ويثبت ذلك مع فريقه العين الإماراتي الذي فاز معه بكأس الاتحاد الآسيوي على نظيره يوكوهاما اليابانية. فكما تابعتم مشاهدينا الكرام، سفيان الرحيمي أطاح بأكبر الفرق الآسيوية وأبرزها السعودية، النصر السعودي والهلال بقيادة الحارس بونو والنايمار. أما النصر بقيادة رونالدو فرونالدو أثبت له وأكد له بأن يخدم وأن يستثمر في نفسه وأن يتقدم والمشي قدما، وأن ينظم يصعد بمستواه إلى الأمام ويلعب في مستويات الأعلى، لما لا في أوروبا وبالأخص في إنجلترا. فرونالدو أكد لسفيان بأنك لازلت صغير وأمامك العديد من العمل، فباشر واعمل بجد. فسفيان كما تابعتم مشاهدينا الكرام فاز بلاعب أحسن لاعب في آسيا لهذه السنة بتحقيقه 13 هدفا في هذه النسخة. فاز سفيان الرحيمي بأحسن لاعب في هذه النسخة كذلك بكأس آسيا مع فريقه العين. أما من ناحية أخرى فإن ابن اللاعب الرائع أيوب الكعبي لاعب من صعد من الهواة نحو إلى الفريق الوداد ثم إلى أبرز المستويات هنالك في أنطاليا سبور التركي، ثم إلى نادي قطر القطري، إلى أن يذهب إلى أولمبياكوس بعد الزلزال الذي ضربه تركيا. فهذا اللاعب الأسطورة أمامكم سفيان أيوب الكعبي، الأسطورة أيوب الكعبي حقق مع فريقه اليوناني أولمبياكوس اللقب المؤتمر الأوروبي، وحقق معهم الكأس الغالية لأول مرة في تاريخهم، وأول مرة يفوز فريقا يونانيا بهذا اللقب الأوروبي. أيوب الكعبي مشاهدينا الكرام قدم مستويات هائلة وسجل 11 هدفا ليحاكي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو أقوى اللاعبين في أوروبا. فأيوب الكعبي كما تابعتم فاز وحقق هدف الفوز لفريقه أولمبياكوس يفوز باللقب ويهدي هذا اللقب لعائلته وللمغاربة. ومن ناحية أخرى أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن هو الآخر، قدم موسما استثنائيا رفقة تشابي ألونسو وباير ليفركوزن. وباير ليفركوزن فازوا بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا، إلا أن ينهزموا في النهائي مع أتلانتا بيرغام في كأس الاتحاد الأوروبي. أمين عدلي كذلك هو الآخر قدم مستويات رائعة وهائلة. من ناحية أخرى أشرف حكيمي فاز مع فريقه باريس سان جيرمان بكأس فرنسا يعني الدوري الفرنسي. فحكيمي كان هذا الموسم يعني من كل مستوياته ساهمت بشكل واضح برفقة كيليان مبابي، إلا أن كيليان مبابي سيذهب إلى الريال ربما سيترك فراغا كبيرا، لكن هذا الأسطورة المغربي حكيمي الذي يريد أن يمشي ويتفوق ويفوز بألقاب فردية وجماعية. أما آخر هو الآخر المحارب القاتل كلادياتور أمرابط سفيان حقق الفاكاب الغالية في إنجلترا وفاز وسيطر على غوارديولا وأكله في وسط الميدان رفقة رودريغو وكذلك فولين ودوبروينا.
كل هؤلاء لم يسيطروا على أمر رابط المحارب الذي قدم مباراة للنسيان، مباراة لن ينساها أحد. مباراة قوية سيطر بالطول والعرض على أطوار الوسط الميدان هنالك في ويمبلي. فسفيان مرابط هو الآخر خرج للكل وبين للكل بأنه كان مظلوما إعلاميا، أو مع تنهاك المدرب مانشستر يونايتد لم يوظف سفيان على النحو الرائع. على العموم فسفيان نهنئه بهذا اللقب الغالي هنالك في إنجلترا. أما اللاعب الآخر اللي هو سليم الذي حقق مع الأهلي كأس الاتحاد أو تشامبيونز ليج الإفريقية أو دوري أبطال أوروبا أو أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري على حساب الترجي الرياضي التونسي. اللاعب هو الآخر بالرغم من أخذ بعض النقاط في المباراة النهائية، إلا أنه يستحق الفوز بهذا اللقب، يشرف الكرة المغربية بهذه البطولة الغالية عند الأفارقة. ومن ناحية أخرى العملاق الرائع الفنان المستدير، فنان الرائع اللاعب النجم رقم 1 حكيم زياش فاكهة المشماش، قدم مستوى هائل. هذا اللاعب الذي أمامكم فاز بالدوري التركي مع فريقه غالطا سراي التركية. وحكيم زياش يعني قدم موسما رائع وفاز مع فريقه الآخر غالطا سراي بالبطولة. واللاعب الآخر الذي سننتظر نهائيا خاليا اللاعب الآخر إبراهيم دياز، الذي سنتمنى أن يحقق نتيجة إيجابية في مباراته ضد بوروسيا دورتموند النهائية في الويفا تشامبيونز ليج. والتوفيق لإبراهيم دياز. وهذا ما كنا سنوضحه وسنقول لكم بأن وليد الركراكي سيعاني الأمرين، لأنه لديه ترسانة من اللاعبين ومجموعة من اللاعبين من الطراز العالية. فكل هذا وأكثر ماذا سيترى؟ سيكون موقف لقجع من ردود أفعال وليد الركراكي. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ولكافة اللاعبين. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله. إلى هنا أصدقائي المتابعين، نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك وتشجيع القناة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بإذن الله.